الناس حاطين لنا جهنم فين مشينا، غادي يبداو يشوفوك من القبر، عاد تدخل القبر عذاب القبر، باغي يبداو عليك يعني عاد تموت يبداو عليك عذاب القبر، باغي يشوفوك في القبر. تسنى بعدا عاد اليوم البعث والحساب، عاد نشوفوا شكون اللي غيمشي لجهنم وشكون اللي غيمشي للجنه، وفين كاينه بعدا هذه، واش الجنه حدا جهنم، واش بيناتهم شي حاجه واش حتى انا واحد السيده خاضت معها بنتها المسجد وسمعت البكاء وبقى الان عند مريضه عندها انهيار عصبي، البنت تخلعت. كاين اللي كيصلي وكينعس ويشهد تيقول لك ما حاولش نصبحوا، يقول ما حاولش نصبحوا، ربما نستيقظ يوم القيامه القيامه قامت. ايوا تقدمنا بكري صنعنا الطائره، تشعلني ما عرفتش وقتاش نصنعوا الطائره، لا كلشي كيتسنى الساعه تقرب، ما عمرنا نتقدموا ولا نصنعوا لا دواء ولا سلاح. يعني كنا نتسناو الساعه لا نصنع شيء، لاننا كننتظر الاخره. علاش؟ حيت الجنه ما فيهاش الخدمه، نحن نكره العمل، الجنه حيت ما فيهاش خدمه، فيها الماكله والشراب والنساء، دائما النساء والخمر مدخلينهم للجنه. ثم المشاكل ديال هذه المشاكل ديال الرقيه، الله يجازيكم بخير، راه كاين مصائب في الرقيه، كفى من الرقيه. راه كاينين ناس تبعوا البروتوكول بدون رقيه، كتبعوا البروتوكول وبداو كيناموا ما عندهم حتى مشكل، ما عندهم لا ويعني سبحان الله. واش هاد الامراض عندنا غير حنا، غير في البلدان الاسلاميه؟ واش هاد الجن كيضربنا غير حنا؟ هاد الجن كيدخل فينا غير حنا، ماشي الاوروبيين والامريكيين والاستراليين وروسيا وبلغاريا وهنغاريا ما كيدخلش عندهم. اليابانيين ما عندهم، ما كيعرفوش الجن، اليابانيين ما كيضربوهم الجنون، يقراو عليهم الرقيه تاعهم. يا اخي تيكذبوا عليكم الناس، والله تيكذبوا عليكم، كيكذبوا عليكم. ليس هناك شيء اسمه الرقيه. ممكن انت تقرا القران على راسك ولكن شخص يرقي الناس ومتخصص في الرقيه هذا كذب وبهتان وباطل، هذا كذب على الناس ولو كان في اي دوله. انا كمان جا التلفزيون تيقول لي انا اتكلم مع الجن، والناس صدقوه. في التلفزيون في مصر واحد تيقول لي انا متزوج بجني، وصدقوه الناس، صدقوه. هذا راه مختل عقليا، هذا راه مريض عقلي. هذا ناس عوض ما يقولوا مختل عقليا ماشي يداوى، الناس صدقوه. لا راه واخد جنيه، يدير الله خلق سبحان الله، والله سبحان الله. تزاوج الانس مع الجن واصلها فقهيا وخرجوا لنا ربطوها. وفي التلفزيون الرسمي في مصر، في التلفزيون شخص يقول لك انا يعني واحد ديك المره تلاقيت معاه ملي كنت في مراكش، ودي شوفي قال لي لا الرقيه كاينه. قلت الله يهديك. قال لي كي راكم كان هذا الجن كنتو حاكمين على الجن ومتحكمين فيه. قال لي صيفطوا العدو لكم يهلكوا. هذوك اللي عندهم الطائرات يضغط على الزر يطير دوله كلها. هو صيفط هذاك الجن عارف بلاصتك. كي صيفط لي هذا الجن كيفاش ما عجبكمش؟ قال لي كي صيفط لي شي جن يضربني. يا اخواننا الناس يفهموا شويه ويستيقظوا مننا، يضحكوا عليكم. ما كاينش رقيه، شيء اسمه الرقيه لا يوجد. كفى من هاد المصائب في مجتمعاتنا، كفى. عندنا الطب النفسي، عندنا الطب النفساني، عندنا اطباء النفس وكتاب. هناك اشخاص عندهم تسمم بالمعادن الثقيله، ما عندهم لا جن ولا شمهاروش، عندهم تسمم بالمعادن الثقيله. كاين اشخاص عندهم يعني نقص في المغنيسيوم، عندهم اعراض يعني عاديه ممكن يتعالجوا، ولكن ما نبقاو احنا دائما مع هذه المصائب. تاخر الحمل، تاخر عندك الحمل، تبعي البروتوكول ان شاء الله، والله سبحانه وتعالى سيرزقك بالذريه. لكن ان تكون المسائل العلميه جيده، تكون تحليلات الزوج جيده وتحليلات المراه جيده، وليس تحليلات الزوج فيها صفر. ويعني فكل شيء عند الله ممكن، لكن على الاقل الشخص يعرف اذا كان عندك صفر. كاينين رجال عندهم صفر ازو سبيرمي توتال، يعني عندك صفر، يعني لا تيأس، لا تيأس. اعمل الحجامه وتبع البروتوكول واعمل رياضه، بروتوكول كافي. بروبوليس هذه غذاء الملكه وحمض الاوميغا 3 والطبيعي، والصيام يجب ان تصوم وتعمل رياضه وتعمل حجامه حصتين متباعدتين بشهر، ثم تعاود تحليل على 3 شهور، عاود تحليل على 6 شهور يا سيدي مالك، عاود تحليل على 6 شهور. اذا لقيتي هذه الخلايا بدات، الجهاز بدا ينتج لك يعني خلايا، يعني بدات ولو تكون 20 30 ماشي 6 مليون. اذا بدا يعني ان شاء الله كمل الطريق، يعني يكمل ربما بعد سنه ان شاء الله، ولا يكون العدد كافي وخير ان شاء الله. فيعني دائما اخذ بالاسباب. تكون العلوم اولا، التحليله جيده، والمراه ما عندها مشكل والراجل ما عنده مشكل، يبقى غير مسائل هذه عمليه، فتبع البروتوكول ان شاء الله. كاين نساء كثير يعني، وكاين اخوات جزائريات في باريس، وكاينين في هذا في بلدان اوروبيه، كاين في المغرب، كاين في البلدان كلها تاخر الحمل مع البروتوكول. الحمد لله رزقهم الله بالذريه. انا لا اعلم، والله لا اعلم ولا اعلم ما اعمل. ومع ذلك دائما الدعاء المأثور عندي
اللهم اجعلني خيرا مما يظن الناس واغفر لي ما لا يعلمون. المهم علي هذه ماشي دعاء ديال الكفار، وفايد كافر ويعمل هذا الدعاء، هذا هو ما يمكنش. فايد كافر ويعمل دعاء ويقرأ القرآن، والله نكتة هذه، يعني شوف هذه العقول هذه. هذه العقول المفرومة. يعني خير ان شاء الله. واحد السيد طلب مني نقلل من الضحك شويه، ودي راه كان ندير عليه الضحك راه فطري، راه في بعض الاحيان ما يمكنش نتحكموا فيه لا البكاء ولا الضحك، ولكن ماشي كنضحكوا يعني استهزاء، لا ابدا، لكن كنضحكوا من العجب في هذه الدنيا، هذه الدنيا فيها العجب. نضحكوا لما لا تضحك، نضحكوا لما لا علي. فهذا وليس هذاك الحديث اللي باقي كيعاودوا فيه، وليبكوا كثيرا وليضحكوا قليلا، ويبداو الناس في المسجد يبكيو، كلشي كيبدا يبكي، حتى ان واحد السيده خذت معها بنتها المسجد وسمعت البكاء، وبقى الان عند مريضه عندها انهيار عصبي، البنت خلعت سمعتهم يبكيو في المسجد. راه مصائب تقع يا عباد الله، راه مصائب. لو كنت احكي لكم عن المصائب التي تقع، راه كان الناس يعني شي سيده دات معها بنتها للمسجد تشوف الصلاه وتشوفني ما عندهاش مشكل، فالناس بداو كينحطوا كيبكيو في المسجد، داك البكاء داك البكاء ماشي بكاء. البنت تصدمت، البنت الصغيره سمعت البكاء، ومع البكاء عاد الاخوات راك ما عرفتوا تا هو كيداير داك النحيط. البنت سمعت البكاء تصدمت، الان باقا مريضه عندها انهيار عصبي. وشوف هذا المسجد هذا شنو عمل. هل يكون شخص أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاوبوني. هل هناك من يعبد الله أكثر أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاوبوني. لا يوجد شخص أعبد من محمد صلى الله عليه وسلم. هل كان يبكي في المسجد والصحابة كانوا يبكيوا ويتهزوا ويتحطوا ويبكيوا بغيو يدخلوا للجنة بالقوة؟ لا، كانوا يصلون فقط. ولكن هناك من يريد ان يكون اعبد من الرسول صلى الله عليه وسلم. كاين شي واحد قال لي انا صليت في الكعبه وجيت، علاش؟ قال لهم الروح ديالي مشات صلات تم وجات. الناس صلاو العصر وقال لهم لا انا صليت. صليت. واش الناس باقيين كيصدقوا هذا الشيء هذا؟ انا والله اتساءل يعني، والله ماشي ما يمكن لا سقسي ينو هذه سقسي، يمكن تكون شويه سؤال شيئا ما، ولكن يعني واش الناس لا زالوا يصدقون هذا الشيء؟ لا زالوا يصدقونها؟ عقول تصدق هذه الخرافات، هذه المسائل يعني لا اله الا الله. واش سنعيش بالرقمنه بالديجيتال ولا سنعيش ما انا لا أدري. عندنا عقل انفصام، عندنا انفصام الشخصيه في هذه البلدان الاسلاميه. باغيين نعيشوا في زمان عمر بن الخطاب، وباغيين الديجيتال، بغينا الهاتف الجوال، وبغينا السياره الفخمه بالكاميرات وبالديجيتال، وبغينا كل شيء، ولكن بغينا نعيشوا في يعني انا عقليا راه مقسومه على ثلاثه. الناس شيئا واحد هذا يجي تيسنت، هذا واحد قال لي دير شويه، دير الملح في الطعام شويه، هذه الحياه نعيشوها شويه حنا ابتسامه ونضحكوا شويه ونفرحوا شويه. رجع الناس حاطين لنا جهنم فين ما مشينا، غادي يبداو يشوفوك من القبر، عاد تدخل القبر عذاب القبر، باغي يبداو عليك عاد تموت يبداو عليك عذاب القبر، بغاو يشوفوك في القبر. تسنى بعد عاد اليوم البعث والحساب، عاد نشوفوا شكون اللي غيمشي لجهنم وشكون اللي غيمشي للجنه، وفين كاينه بعد هذه، واش الجنه حدا جهنم، واش بيناتهم شي حاجه، واش هذه الناس راه عندهم في عقولهم شي اشياء، راه انا استغرب والله استغرب. عاد دوك الدراسات انت قاري، انت الدراسات العلوم الشرعيه تقريبا فيها اسماء الله الحسنى وصفات الله، شي اللي قريتي باش وجاي عليك كتوجه علينا. الناس راه قراو الالغوريثمات، الناس قراو الالغوريثمات، فهمتي؟ في ميريكان كيشوف فيك انت هنا كتاكل الساتيليت، وفي ميريكان كيضحك عليك، في ميريكان كيضحك عليك، وممكن السياره ديالك يعمل لك اكسيدون، تكون مسافر من مدينه لمدينه يوقف لك السياره يطفي لك كل شيء. كاين الناس راه شويه ديال العقل، الله عطانا عقل ونخدموا العقل، لان غنتحاسبوا عليه، غنتحاسب، نعطاك العقل والاراده اثنين تحاسب علي. الفلاسفه كانوا وضحوا جيد هذا الامر هذا، يعني ما يمكنش ما يكونش حساب، لا يمكن ان يكون حساب، لكن كيف غير مفهوم. ولذلك لما قال هذا ابن رشد قال لهم الروح لا تعود للجسد كل شيء، لا ما يمكنش، لا هما ما فهموش ابن رشد. الناس فاهمين بان ذاك بنادم اللي تدفن في سيدي بارك غادي يعاود يخرج من سيدي بارك ويتم جاي. الناس ما فهموش، يعني حتى علميا، حتى علم الله عنده كل شيء قريب وكل شيء بسيط، يعني طبعا كن فيكون ماشي. لكن هذه الاشياء هذه ابن رشد كلمه ديرها لا يمكن تصف اشياء اللي هو عنده علوم، طبعا عنده علوم وليس كانوا،
لمدن الاشياء التي لا يمكن وصفها وتصورها لاش تكتبوها لنا هكا غادي يكون الحساب